مساء الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. رجعنا لكم من جديد بأطباقنا ووصفاتنا اللي بتمنى من قلبي إنها دايما تعجبكم. هنبدأ وصفاتنا معاكم النهاردة بالحواوشي. عملناه قبل كده على قناتنا على اليوتيوب في المطبخ مع سنة بطرق كتير. النهاردة بقى هنعمله بطريقة سهلة جدا ما فيهاش أي افتكاسات. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة هنجيب البولة بتاعتنا وهننزل فيها ببصلاية واحدة. البصلاية بتاعتي انا فرماها ناعم. هننزل عليها بالملح وكمان الفلفل الاسود بتاعنا، وهنقلبهم وهنزل عليهم بخلطة السبع بهارات. طبعا ممكن تنزلوا بأي بهارات تانية أو توابل تانية تكون بتفضلوها، وهنخلطهم مع بعض كده وهنخلطهم مع بعض كده. وبالنسبة للحمة بتاعتي دول 250 جرام، ومن وقت ما جبت الكبة القمر بتاعتي دي وانا بفرم اللحمة في البيت. ودلوقتي بقى هخلط كل المكونات بتاعتي مع بعضها وكده بقت جاهزة معانا. بفكركم ان احنا عملنا الوصفة بتاعتنا قبل كده على قناتنا على اليوتيوب في المطبخ مع سنة، وعملناها بطريقة قمر قوي وكانت طريقة والدتي، وكان ميكس ما بين اللحمة والسجق، وبجد الوصفة كانت حلوة قوي، ممكن ترجعوا تشوفوها. وكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة بأسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الحواوشي. طبعا في ناس بتحب تضيف إضافات تانية زي إنها تنزل بتوابل الحواوشي، طبعا دي حرية ليهم، لكن أنا بجد بحب طعمها قوي كده. كده بقت جاهزة معانا إن شاء الله على التسوية. دلوقتي بقى هنبتدي نسوي الحواوشي بتاعنا. فجبنا العيش البلدي القمر ده زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نحشي العيش بتاعنا. كده بعد ما حشينا الأرغفة بتاعتنا عملوا معانا 4 أرغفة. الأرغفة حجمها زي ما انتوا شايفين حجمها كبير ما شاء الله. دلوقتي بقى هنروح للتسوية بتاعتها. دلوقتي وفي التسوية أنا هستخدم قلاية الكريب. طبعا تقدروا تستخدموا أي قلاية متاحة عندكم وتدهنوها بأي مادة دهنية زي ما انتوا شايفين كده. أنا دهنتها بزيت نباتي. طبعا بالنسبة للي حابب يسوي في الفرن فالفرن بيكون درجة حرارته 180. لازم طبعا نغلف العيش بتاعنا بورق الزبدة، ما بنحطوش بشكل مباشر على شبكة الفرن، بنحطه في صاج أو في صينية المتاح عندنا. دلوقتي بقى هنزل بالعيش بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا هو ما بياخدش معانا وقت خالص في التسوية، مجرد ما بياخد معانا لون بنقلبه على الناحية التانية. دلوقتي هنقلب العيش زي ما هتشوفوا معايا كده، زي ما انتوا شايفين معايا كده. لما بتاخد معانا لون بنقلبها كده على الناحية التانية، بنقلب الرغيف بتاعنا على الناحية التانية. تاخد معانا كل ناحية حوالي دقيقتين دقيقتين ونص، الموضوع كله ما بيتعداش ال5 دقايق. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. كل التحية والتقدير لأحلى متابعين في الدنيا.